السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وبصحة وسلامة. حبايب قلبي ما تنسوش بقى كده تصلوا على النبي، وبعد كده تحطوا لنا اللايك الجميل والاشتراك وتدوسوا على زرار الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. بصوا حبايبي، انا بقى النهارده قلت اعمل ايه؟ بيتزا. قلنا بقى نغير في الطبيخ والاكل شويه. قلت لجوزي استنى بقى، انا هعمل لك بيتزا هتحلف بيها طول العمر. قال لي انا عارف انك شاطره وقدها. روح انا كنت عاملاها قبل كده. روح قال لي لحماتي انا مراتي بتعمل بيتزا ولا المحلات. وكان بيقول لصحابه بصراحه انا مراتي بتعمل بيتزا حلوة قوي. فطبعا شجعني ان انا اعمل له بيتزا تاني. فلما جيت قلت له هعمل لك بيتزا تاني، قال لي انا عارف انك انتي قدها وهتعملي احلى بيتزا. فطبعا لازم اشرف نفسي، ولازم الراجل يقول على الست طبعا انها شاطرة وبتعرف تعمل كل حاجة في البيت. فطبعا الراجل بيحب جدا الست اللي ما بتحبش تروح تجيب كل حاجة من بره. الحاجة بقت اسعارها دلوقتي يا بنات بقت غالية قوي. فطبعا احنا المفروض نعمله كل حاجة في البيت، وعلى الاقل ما فيها ان احنا نكون ضامنين الحاجة دي احنا غاسلين ايدينا وحاطين ايدينا فيها. فطبعا لما جوزك ياكل من ايديكي حاجة احسن ما ياخدك ويروح انت وولادك تقعدوا في مكان تطلبوا مثلا 3 بيتزات او بيتزتين تدفعوا مثلا فيهم شيء وشويات. فطبعا يعني العملية كلها اصلا مش مكلفة. يعني انتوا لو تبصوا اصلا للبيتزاية هي والله ما متكلفة، يعني هي نص كيلو دقيق هتعمل لك مثلا بيتزتين كبار، يعني ممكن ما تقدريش تاكلي فيهم. وهتجيبوا مثلا بيبس ومخلل برضك مش هتبقى نفس التكلفة بتاعت بره خالص. الاسعار بره نار، وهي وممكن تعملوا كمان الحاجة في البيت احسن من بره. من بره بنلاقوا فيها حاجات واحنا بناكل كلام. طبعا اللي بيعمل مش بيهتم قوي بتفاصيل الحاجة زينا، ان احنا بنبقوا واخدين بالنا من النظافة وكل حاجة. ما تعرفوش طبعا هم بيعملوها ازاي وانتوا واقفين مش واقفين قدامهم ان هم مثلا بيعملوها. فانا بقى طبعا جيت انا محضره. كنت قايله لكم قبل كده على كيس الجبنه اللي انا كنت جايباه. كيس الجبنه دوت انضف حاجه اللي هو الرياده. كنت جايباه ب95 اللي هو الشهر ده. فانا طبعا بيقعد عندي كتير لان انا اصلا بعمل منه بيتزات، وبعمل منه مكرونه بالبشاميل، وبعمل منه رقاق باللحمه المفرومه. ساعات برضو بحط فيه، بعمل بيه كل حاجه. وممكن ميني بيتزا صغيره، فبيقعد معايا كتير قوي. فطبعا رحت قايمه بقى كده متشملله، ورحت جايبه بقى البوله ورحت حاطه فيها شويه دقيق، عليهم شويه رشه من الملح، معلقه صغيره خالص زي ما انتوا شايفين كده من الملح. ورحت جايبه كوبايه، حطيت فيه كيس خميره، وحطيت فيه معلقه سكر صغيره خالص عشان تتفاعل مع الخميره بسرعه. ورحت جاية مسخنة البراد او الكتل على يعني المية تكون زي دمعة العين كده. ورحت عجنة العجينة تمام زي ما انتوا ما شايفين. حطيتها كده قسمتها على 2 وسبتها ريحت بتاعت نص ساعة. على حسب ما انتم عايزين يعني تشتغلوا بيها. هي كده كده اصلا يعني هتخمر معاكم بسرعة. رحت فرديها، جبت الصينية حطيت فيها رشة من الزيت عشان لما تيجي تقلبوها تتقلب معاكم بسهولة. رشيت الصينية فيها نقطة زيت، ورحت حاطة فيها العجينة. بصوا كان منظرها بجد كان جميل جدا، كانت طرية كده، وكانت الملمس بتاعتها كان جميل. الملمس بتاعها كان طري وكان جميل. فجيت حطيتها في الصينية، ورحت جايبة الشوكة عشان الهواء اللي فيها من تحت دوت يطلع، ورحت عاملاها كده بالشوكة. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب الصلصة جدا. انا بفرز صلصة بس في نفس الوقت بجيب برطمانين صلصة او 3 بحطهم في التلاجة. في اي وقت للحاجة زي كده انا بطلعها. جبت البرطمان الصلصة ورحت واخدة منه حتة، حطوها على العجينة. بعد ما عملتها بالشوكة طلعت منها الهواء اللي فيها تمام. ورحت بعد ما فردتها رحت حاطه الطماطم وحاطه الفلفل. انا بحبها سبايسي قوي، يعني انا بعمل واحده
مش حامية عشان بنتي، وبعمل واحدة حامية انا بحبها سبايسي قوي. فجيت حطيت الفلفل وحطيت الطماطم ورحت حاطة رشة من الجبنة الموزاريلا. طبعا انا بطلعها قبلها بيوم بتحل، لان انا بحطها في الفريزر، فانتوا ما تطلعوهاش في ساعتها، مش هتفك معاكم بسهولة. فلازم ان كنتوا تحطوها تبقى هي ماسكينها كده، زي ما انا ما ماسكاها وانتوا شايفين انا بفرفتها كده على الصينية. ازاي؟ رحت جايبة بعد ما حطيت الجبنة، رحت حاطة الزيتون. حطيت الزيتون. الزيتون دوت كنت جايباه برضو متقطع كده، ممكن تجيبوه ب5 جنيه ب10 جنيه، وتحطوه في الفريزر، وقت ما تعوزوا تيجي تطلعوا مثلا او تجيبوه فريش. رحت حطاه. بس فانا حطيت الفلفل اهو. كان شكل البيتزاية اصلا جميلة، ولا عملتها بصدق، ولا عملتها بلحمة مفرومة، ولا عملتها بأي حاجة. أنا كل اللي أنا عملته إن أنا عملتها بالجبنة بس. حطيت الجبنة الموزاريلا، وبعد كده رحت حاطة الزيتون، ورحت حطها في الفرن. طلعت، معلش أنا الإضاءة طلعت معايا يعني جامدة شوية، فما بينتش شكل البيتزاية. البيتزاية كانت طالعة نفس المحلات، والله اقسم بالله بالظبط، يعني اكني اصلا يعني واقفة كده وفي المطعم وبيعملها لي. فانا كانت الكاميرا بس هي الاضاءة اللي كانت ظالمة اللون بتاع البيتزاية، بس كانت طالعة ريحتها وطعمها جميل. رشيت عليها فلفل اسمر بعد ما انا مخلصتها خالص، بتدي برضو شكل حلو في البيتزاية مع الجبنة. ورشة ملح بسيطة خالص، ورشة زيت عشان تدي لمعة للبيتزاية. كل التركات دي والله لو عملتيها وجربتيها، يا ريت تكتبي لي في الكومنتات انك انت جربتيها وطلعت معاكي ازاي. انا بصراحة ما كنتش بعرف اعملها في الاول، وكان بيبقى نفسي فيها قوي. اروح اجيبها الاقيها مثلا معدية مثلا 100 وال95 جنيه. طبعا فده كانت الاول 95، بعد كده عدت 100، وفي بتعدي اكتر من كده اللي هي بالسي فود وكده. انتوا ممكن تعملوا كل حاجة اصلا في البيت، يعني مفيش حاجة تحتاجوا ان كنتوا تعملوها بره خالص. بصوا انا بعد ما خلصتها مسكت الزيت كده ورحت رش عليها رشة بسيطة، بحس ان مع الجبنة تدي لمعة بسيطة. انا رشيت رشة بسيطة جدا، يعني ما حطيتش ياما. بصوا انا جيت طلعتها بقى من الفرن اهي وقطعتها. هو اللون بس اللي كان مظلوم في الكاميرا، بس هي كانت طالعة لونها تحفة. وجوزي دقها وانا دقتها، كان طعمها جميل جدا. فياريت كلكم تجربوها، وما تبخلوش عليا باللايك وبالشير، وتنزلوا تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. انا بحبكم جدا وبحب دعمكم ليا، وانتوا واحدة واحدة بإذن الله، بفضل الله وبفضلكم هتخلوني القناة بتاعتي تكبر. وانا والله مش بنام، بحب اعمل لكم يعني روتينات، وبعمل لكم ميزانيات، وبعمل لكم حاجات بحس اقتصادية. بحس ان كنتوا برضو يعني اي حاجة عايزين تعملوها قوموا جربوها واعملوها، ما تكسلوش. هتلاقوا نفسكم كل حاجة بقيتوا بتعملوها في البيت، مش هتحتاجوا ان كنتوا تجيبوا حاجة من بره. انت ممكن تعملي بيتزاية وتضحكي على جوزك بقى وتقولي له انا جايباها من بره، وشوفي هيفرق ما بين بره وما بين هيقولك لا انت اللي عاملاها. مش هيفرق خالص. ليه؟ امشي بس بالتركات اللي انا عاملاها لك بالظبط. اذا كانت العجينه او البيتزايه، لازم الست تبقى مدبره في بيتها، لازم الست تعمل كل حاجه في بيتها. ما ينفعش انك احنا ولادنا يبقى نفسهم في حاجه واحنا ما نجيبوهاش. طب ما ممكن احنا نعملوها في البيت. او احنا اصلا لو فكرنا نعمل لهم كل حاجة في البيت، هم مش هيحتاجوا من ان هم يطلبوا اي حاجة من بره. وطبعا بيبقى ضرر ليهم، يعني مش بيبقى حاجة كويسة، لا بيبقى ضرر ليهم. بص حبايبي، انا حطيت الطبق فوق الصينية ورحت قلبها. اللون من تحت كان زي فوق، بس هي باينة ان هي بيضة سيكة يعني صغيرة.
انا حطيتها، بصوا اتحطت، حطيت الشوكة والسكينة، تحطيها كده على السفرة لجوزك مع واحدة كنز. طبعا مرضتش بقى اصور لكم مع الكنز عشان بقى ايه يعني، ما انتوا بقى تعملوا بقى التركات ديت وتجربوها وتشوفوها. تحطوا معاها مخلل، تحطوا معاها الكنز، او البيبس مثلا تحطوه كده، تقعدوا تاكلوا على السفرة. انتي وفرتي كتير، يعني وفرحتي ولادك وفرحتي جوزك بحاجة، يعني مش قادرة اوصف لكم. انا لما جوزي راح قال لي لحماتي على البيتزاية، قالت لي انا عايزاكي انتي اللي تعملي لي البيتزا. قلت لها حاضر، وعملت لها بيتزا وكانت احلى بيتزا. متنسوناش في اللايك وفي الشير.